أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هناك من أقاربي من ينفرني من الالتزام، هل من نصيحة في ذلك أثابكم الله؟ نسأل الله لنا ولكم الثبات على الحق حتى نلقاه وهو راض عنا. وأخي في الله، هذا شأن كل من يريد مرضاة الله سبحانه وتعالى ويلتمس محبته، أنه يبتلى بأذية الناس وتخذيلهم وتشكيكهم، ولكن الله سبحانه وتعالى يثبت من يحب على من يحب على ما يحب حتى يلقاه وهو راض عنه غير غضبان. وأوصيك أخي في الله أولا أن تستمسك بحبل الله، لأن الله قال لنبيه: فاستمسك بالذي أوحي إليك. الدين صعب، ليس هناك أصعب من الدين ولا أسهل من الدين. ليس هناك أصعب من إذا وكل الإنسان إلى حوله وقوته، وليس هناك أسهل ولا أيسر ولا ألذ منه إذا صحب بتوفيق الله عز وجل ومعونته. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يمسي ويصبح يقول: يا حي يا قيوم. قال بعض العلماء إنه اسم الله الأعظم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أن تستمسك بحبل الله عز وجل بالثقة بالله سبحانه وتعالى، وتقول: يا رب، هديتني من الضلالة وأنقذتني من الغواية وأرشدتني من الحيرة، أسألك الثبات على دينك. وتحس بعظمة هذه النعمة التي ليس على وجه الأرض نعمة أعظم ولا أشرف ولا أقدس منها، أن تكون مسلما لله وأن تكون مطيعا لله. لا يعلم العبد عظيم نعمة الله عليه بالحسنة الواحدة إلا إذا ضم في قبره وأوسد في لحده، وعندها يعلم مقدار فضل الله سبحانه وتعالى عليه. الحسنة الواحدة، فكيف بالدين كله؟ الدين نعمة، لم يجعل الله سجودك لشجر ولا لحجر ولا لبقر، ما جعلك الله عز وجل هائما على وجهك أو كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، دلك عليه وحببك فيه وأقام لك الشواهد على توحيده وعظمته وألوهيته، فأحببته وآمنت وأسلمت واستسلمت وأقبلت على الله. فاستمسك بدين الله. أمر الدين أمر حياة أو موت، ليس هناك شيء أعظم من الدين. نفسك تجعلها أحقر من هذا الدين. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لا يمكن أن تلتزم ويكف عنك، ستؤذى، سيستهزأ بك، ستذل في مقام عزة، وتهان في مقام كرامة، وتوضع في مقام رفعة. فأخي في الله، تمسك بحبل الله. وإذا كان الله يخاطب نبيه وهو خيرته من خلقه يقول له: فاستمسك بالذي أوحي إليك، فكيف بغيره؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، العرب تقول: امسك وتمسك واستمسك، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. فلو قال: امسك الذي أوحي إليك، هذا صحيح أن الإنسان يمسك به فلا يفلت حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. لكن حينما يقول له فاستمسك، معناه أن الفتن كثيرة وأن المحن عظيمة. ولكن والله إن هذه الفتن إذا صدق العبد فيها مع ربه وأحس بعظيم نعمته عليه وجميل منته وفضله لديه وتمسك بحبله وصار على صراطه، فإنها تبوئه عند الله منزلة ما لم تخطر له ببال. ربما يستهزئ الناس بك، أصحابك، قرابتك، أهل حيك يستهزئون بك، لكن ما تعلم هذا الاستهزاء حينما تتقبله فلا يؤثر في دينك ولا يؤثر في استقامتك، بل يزيدك حبا لله وتمسكا بدين الله والتزاما بشرع الله. لا تدري ما الذي بلغته عند الله. تفاءل بهذه الفتن والمحن. وليست القضية في السخرية. السخرية مرت على الأنبياء: ولقد استهزئ برسل من قبلك وسخر منهم وأوذوا.
هذا شرف لك. وكما ذكر بعض العلماء أن من دلائل الاستقامة الحقة وجود الاستهزاء، ومن دلائل العلم الحق وجود الأذية من الناس، من اتهام الإنسان في عقله وفي منهجه وفي فكره وفي دعوته وفي هذا من دلائل حب الله للعبد، لأن هذا هو طريق الرسل، ولا يختار الله لطريق الرسل إلا من أحب. هذا هو الصراط المستقيم الذي تسأل الله أن يجعلك من أهله، وهو صراط البلاء، صراط العناء، صراط الامتحان، صراط المهانة، السب، الشتم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. تكفل الله لك بأمرين: إن صبرت على سخرية الساخرين واستهزاء المستهزئين أنه يبرئك من قولهم، وأن الله يرفع درجتك عنده بهذا البلاء. فاصبر أخي في الله واحتسب الأجر عند الله. والسخرية بالملتزم ليس من شرطها أن يأتيك الشخص ويقول لك أنت مطوع، أنت كذا، أنت كذا، ليس من شرطها هذا. السخرية تشمل كل شيء، حتى الأقلام المسمومة والأفكار الهدامة والنيل ممن استقام على شرع الله واتهامه وإبطال حقه ورد صوابه، هذه كلها من السخرية. فلما تراها ويتألم قلبك غير على دين الله وعلى شرع الله عز وجل، يكتب لك أنك يوما من الأيام أرضيت الله بقلبك. فإن نطق لسانك بالحق وصدع وبين شرع الله سبحانه وتعالى، كتب لك أنك نطقت بما يرضي الله. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يكتب الله له بها رضاه إلى يوم يلقاه. فإذا جمع الله للإنسان الأمر فجعله مستقيما على طاعته لا يبالي بسخرية الساخرين واستهزاء المستهزئين، ثبتت قدمه على شرع رب العالمين. من عرف الله أحبه وهابه وخشيه، وأصبح بين الخوف والرجاء حياته وموته كلها لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. شرف أن يستهزئ بك المستهزئون وأن يسخر بك الساخرون، حتى تصعد إلى الله سبحانه وتعالى تلك الأعمال الصالحة منك، فلا تقول إلا خيرا ولا تقول إلا برا. فإذا رأيت من يستهزئ وأمكنك أن تنصحه وأن تأخذه بالتي هي أحسن، وأن تؤثر فيه فتقول له القول البليغ وتدله على طاعة الله وتصبر على أذاه، فإن الله يبوئك مبوءا حسنا. هذا هو الصبر الجميل. الصبر الجميل حينما ترى الوالد أو الوالدة أو الأخ أو الأخت يستهزئ بك، تأخذ وقتا مناسبا فتجلس معه وتذكر بالله وتقول له: أي أبا، أليس من نعم الله عليك أن ترى ابنك في المسجد ولا ترى في حانة خمر ولا ترى في مخدرات ولا ترى في فجور؟ أليست هذه نعمة أكرمك الله بها؟ ألا تعلم أبي أن الإنسان إذا أوسد في لحده ووضع في قبره أن الله سبحانه وتعالى يكرمه إذا كان يحبه ويريد له الخير بولد صالح يدعو له؟ هل تستكثر عليه أن أستقيم على طاعة الله يا أبي، وتقول له: يا أبي أنا أعلم أنك تحب الله، وما من إنسان، الحمد لله نحن في بيئة مسلمة، أعلم أنك تحب الله، ولكنك قد تستعجل في الحكم على أشياء لا تعرفها، وتبدأ معه قليلا قليلا حتى تؤثر عليه وتقوده إلى الصراط المستقيم، وعندها يعظم عند الله أجرك وترفع درجتك. وعلى كل حال المؤمن الصادق يمتحن على قدر إيمانه، فإذا صدق مع الله عز وجل كثر المستهزئون وكثر الساخرون وشكك فيه في كل شيء، حتى لو قال هذه الشمس يشكك في قوله، ويقول كل الناس ساكتة إلا هذا بس فقط يريد أن يتكلم، ولذلك قال لنا هذه هي الشمس. ما يمكن أن تترك، الناس لا يسلم أحد من بلائها. قال موسى عليه السلام: يا رب كف عني ألسنة الناس. قال: يا موسى إني أطعمهم وأرزقهم وأخلقهم ويدعون أن لي ولدا، أن لي شريكا. فالله سبحانه وتعالى
جعل لنا في هذا سلوى. تالله لو صحب المرء جبريلا لا بد من قال وقيل قد قيل في الله أسماء مسمات تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا قد قيل إن له صاحبة تعالى الله عما قيل. الأمر الثالث الذي أوصيك به: ما الذي يضرك إذا استهزأ بك المستهزئون؟ هل تعلم أن استهزاء المستهزئين هو الذي يعطف قلوب الناس على الأخيار؟ هل تعلم أن الخير قد يأتي من الفتن والشر؟ قال تعالى في الإفك وهو أذى باللسان، قال لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. فقد تكون في وظيفتك وفي عملك على خير واستقامة وتمكث شهر شهرين ملتزما بطاعة الله، وإذا بك تفعل في هذه الطاعة كل خير ولم يسمع منك إلا خيرا، ولا أحد يمدحك، لا يمدحك ولا يذمك. في الشهر الثالث يبتليك الله ببلية، فيأتي شخص ويقول هذا فيه أو كذا، أو يذكر لمزة من اللمزات، فإذا بالكل يقولون والله ما رأينا منه إلا كل خير، أبى الله إلا أن يظهر فضلك. وهذا معنى قوله إن الله إذا أراد أن يظهر فضل الإنسان، إذا أراد نشر فضيلة قيض لها لسانه حسود. فاطمئن واعلم علم اليقين أن لهذا الكون ربا دبره، وأن لهذا الكون ربا أخذ بالنواصي والأقدام، وأنك إن أصلحت ما بينك وبين الله كفاك الله همك وغمك. إياك أن تلتفت لهذا. ليس عند المؤمن وقت يشتغل بهذا، إنما يشتغل بنجاته من النار، ويشتغل لبلوغ الدرجات العلى من الجنة. إذا استهزأت الزوجة، استهزأ الابن، استهزأ الأب، استهزأت الأم، استهزأ الأخ، الصديق، الأحباب الذين كانوا أنسا لك، إذا بهم قد كشروا وأصبحت العداوة بعد الصداقة والأذى بعد المحبة والوصل، فاعلم أن في الله خلفا من كل فائت. والله ثم والله، ولا نزكي أنفسنا على الله، ما رأينا من ربنا إلا خيرا. وأقسم بالله العظيم لقد رأيت أقواما سخروا منا في طلبنا للعلم، في طلبي للعلم، فوالله ما مت وقد بلغوا مناصب عالية، ما مت حتى جلسوا تحت ما أقول تحت الكراسي يطلبون العلم ويسألونني. ما أقولها فخرا، والله لا أفتخر بهذا، ولكني أذكر فضل هذا الرب. لن يخذلك الله أبدا، وثق ثقة تامة أن الخلق لو رضوا عنك وغضب عليك ربك فلن يغني لك رضاهم من الله شيئا. ولو أنهم سخطوا عليك والله راض عنك، والله لن يأذوك ولا خردله ولا عشر معشار منها. اعلم أنك إن أصلحت ما بينك وبين ملك الملوك وجبار السماوات والأرض ومقلب القلوب والأبصار فإنه لا يضرك شيئا. وهذا ليس لك أنت كملتزم، بل لكل من التزم بدين الله وسخر به بواسطة مباشرة بأي وسيلة بأي طريقة، فعليها لا يجعل هذه السخرية إلا قوة في الإيمان وغيظا للشيطان تزيده ثباتا. متى ترضي الله؟ حينما لا تبالي بسخرية الساخر. ومتى تفرح الشيطان؟ حينما تلتفت إليه وتتألم مما قاله ومما عمله. أعند هؤلاء عزة؟ أعند هؤلاء قوة؟ أعند هؤلاء غنى؟ ليس عندهم شيء. إن العزة لله جميعا ولا يحزنك قولهم. يقول الله النبي عليه الصلاة والسلام ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا. ما أخذ من عزة الله شيئا أبدا، ما أخذها أحد فتصرف فيها، لأنها لله وحده. إن العزة لله جميعا بصيغة التوكيد. فلا تظن أنك أهنت، ولا تظن أن كرامتك سلبت وأن مكانتك ذهبت أبدا. ثم أخي اصفح الصفح الجميل ولا تكن في ضيق مما يمكرون، واعلم أن هؤلاء إخوانك في الإسلام قد يكون عندهم سوء نظر، فتصحح لهم ذلك بأفعالك الطيبة بأخلاقك الجميلة. كم من ابن أخذ بحجز والديه عن النار فاستقام فبر الوالدين وأحسن إلى الوالدين حتى أحب والداه الاستقامة، وسار على طريق الحق إلى يوم القيامة، فعادوا بالنجاة وسلموا من الندامة. هذا الابن المبارك
وهكذا مع أصحابك وإخوانك، اضرب لهم مثل أن هذه الاستقامة عادت عليك بخير. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار إله الأولين والآخرين أنت الواحد القهار، نسألك أن تثبتنا على الحق حتى نلقاك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وعملا صالحا. اللهم إنا نسألك التمسك بالسنة عند فساد الأمة، ثبتنا على الحق حتى نلقاك غير مبدلين ولا خزايا ولا نادمين. اللهم إنا نسألك الثبات على الحق حتى نلقاك وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين يا إله الأولين والآخرين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ومنا نعوذ بك من فتن المفتونين ومن إرجاف المرجفين ومن إبطال المبطلين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد تعز فيه أهل طاعتك وتجعلنا منهم، وتذل فيه أهل معصيتك وتسلمنا منهم. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين واجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم وأظهر الهدى ودين الحق الذي ارتضيته لنفسك على الدين كله ولو كره الكافرون إله الأولين والآخرين. اللهم إن بدينك وشرعك من البلاء ما لا يشتكى إلا إليك ولا يعول في كشفه إلا عليك. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا تعز فيه الدين وأهله. اللهم ارفع مناره، اللهم ارفع مناره، اللهم ارفع مناره وقدس شعاره، واجعلنا ناصرين للحق على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج هم المهمومين ونفس الكرب عن المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتاهم أجمعين. اللهم ارحم موتى المسلمين أجمعين، اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وأوسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم افسح لهم في قبورهم ونور لهم فيها، اللهم افسح لهم في قبورهم ونور لهم فيها. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومشائخنا ومحبينا ومن أحبنا فيك ومن أوصانا واستوصانا وحضر مجلسنا أو غاب عنا وأحبنا فيك. اللهم اغفر لنا أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين واشملنا برحمتك وحلمك وبرك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. رب لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك أن تفرق جمعنا هذا بغفران الذنوب وستر العيوب وتفريج الكروب إله الأولين والآخرين، والأمن يوم الفزع والخطوب إله الأولين والآخرين. يا رب المشارق والغروب لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى وخذ بنواصيهم لكل بر وتقوى. اللهم من على ولي أمرنا بالعفو والعافية. اللهم اجعل ما وهبته من العافية عونا لك على طاعتك ومحبتك ومرضاتك. اللهم انصر به دينك وأعل به كلمتك. اللهم انشر به رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.